اوعي تغلطي غلطتي وتشتري الراديو ده، شكله حلو فقط الاشاره بتاعته سيئه جدا وصوته واطي قوي. ده كان اول راديو اشتريته وطلع المضروب. دورت كتير عشان اجيب الاصلي لحد ما جبته الحمد لله. الراديو بتاعي اللي دايما بتسالوني عليه، انتوا مش متخيلين صوته عامل ازاي، مسمع في البيت كله. وده الفرق ما بينه وما بين المضروب، صوته عالي جدا، الاشاره بتاعته قويه. الراديو ده يا بنات من دينكس، انا جبته من ورده جروب. الفيشه بتاعته ثلاثيه زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم على مفاجاه، بيتشحن وبيفضل شغال تقريبا 15 ساعه، يعني لو النور قطع هيفضل شغال برضو. ده كمان فيه كشاف، بصوا قوه الكشاف عامله ازاي، نقدر نوصل بيه بقى الموبايل او نحط عليه فلاشه وناخده معانا في الرحلات. وصوته عامل زي السماعات الكبيره. اسمعوا معايا صوت التكبيرات، فعلا محسسني باجواء العيد. انا حرفيا مشغلاه 24 ساعه. وده يا بنات صوت اذاعه القران الكريم. قل إني البرامج الدينية والمعلومات اللي الشيوخ بتقدمها فعلا فادتني جدا. بصراحة أنا ما كنتش متخيلة إن جهاز صغير كده هيغير مود البيت بالشكل ده. تحسوا إن البيت كله فيه بركة. وغير كل ده أصلا هو قطعة ديكور محطوطة على الرخامة. هو فيه زرارين، زرار بنظبط منه التردد على حسب القناة اللي احنا محتاجينها، والزرار التاني علشان الصوت. الراديو في المطبخ مش حاجة ترفيهية، دي حاجة أساسية، لأنه فعلا هون عليا وقفتي في المطبخ، وكان السبب الأساسي إن أبطل أسمع الأغاني. فعلا رجعني لأيام زمان الجميلة. أنا جبته يا بنات من عند وردة جروب، هتلاقوني عاملة لها منشن تحت في الكابشن.